بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. هنعمل النهارده حلا بارد. النهارده الخميس ان شاء الله، من كل خميس هنعمل حاجه حلوه قوي مع بعض. ليوم خميس هنتجمع مع بعض، مع اصحابنا، مع العيله بتاعتنا، مع كل حد بنحبه، او جالنا ضيوف. تبقى عندي جاهزه هقدمها لهم. طريقتها حلوه قوي، سهله، طعمها لذيذ في منتهى الروعة. هنخش على مقاديرنا، هنسمي ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللايك الحلو بتاعكم، لو الوصفة تستاهل نحط اللايك، لو مش تستاهل ما نحطش اللايك بتاعنا. واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك عشان يوصلوا كل جديد. زي ما انتم شايفين كده عندي كيكة بايتة. لو عندك كيكة بايتة ممكن تنفع للوصفة ديت، او بسكوت سادة على حسب اللي موجود ومتوفر عندك. انا الكيكة دي انا عاملاها طازة. آه، كيكة طاجن فخار بدون بيض وبدون حليب، طرية جدا وسهلة، هشة وطعمها حلو قوي. شايفين زي ما انتم شايفين كده مفرغة، طعمها حلو قوي في منتهى الجمال. ان شاء الله هعملها معاكم. انا كنت عاملها في الصينية ديت بس حسيتها ان هي قليلة شوية، فهنقلها في الطاجن البايركس دوت، او في الصينية البايركس بتاعتنا ديت. اهم حاجة ما خليش فيه فراغات بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هسويها حلوة قوي، وبعد ما هسويها اهم حاجة النقطة دي تاخدوا بالكم منها، ان انا اضغطها حلوة قوي علشان تبقى متماسكة، او تبقى قطعة واحدة عشان لما اجي اقطعها تطلع معايا قطعة بقطعة زي ما انتوا شايفين كده، بكوباية او باي حاجة. اهم حاجة ان انا اضغطها حلو تطلع معايا، لما اقطعها بالسكينة تطلع معايا قطع. وبقية الكيكة اللي عندي ديت هعملها في اطباق زي ما انتوا شايفين كده، ازاز او اي حاجة انت حابة او تفضل ان انت تحطيها فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بس انا عملتها في اطباق ازاز عشان تبان وتبقى واضحة قدامكم. هضغطها حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين ما شاء الله على القمر والجمال. هنخش على الطبقة التانية. معايا من 4 ل5 كوبايات من الحليب، ومعايا 3 معالق من السكر، ومعايا 4 معالق من الدقيق او النشا على حسب رغبتك. وهنزل عليهم بنص كوباية قشطة او كريم شانتيه او كريمة لباني او اي حاجة متوفرة عنك عشان تديكي قوام الكريمي. وهنزل عليهم بمعلقة قهوة سريعة الذوبان عشان تديني طعم حلو قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجة ان انا اقلب على البارد حلو قوي علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات وتاخد منك وقت ومجهود في التقليب. زي ما انتوا شايفين كده ولعت عليها النار، وافضل اقلب فيها لغاية اما تديني القوام الكريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هفضل اقلب فيها لغاية اما تتقل معايا وتديني قوام كريمي. ما بطلش فيها تقليب علشان يا جماعة ما تتكتلش معايا وتيجي تشتغلي فيها ما تبقاش حلوة معاكي. زي ما انتوا شايفين كل ما هتقلبي فيها وهي على النار هتتقل وهتديكي قوام تقيل، قوام كريمي حلو قوي. مش هننزلها من على النار الا لما تعمل بابلز عشان نسوي الدقيق او النشا اللي احنا حطيناها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. قوامها بادئ يتقل معايا. انا بقلبها من حروفها ومن جنبها ومن النص. اهم حاجة تاخدي بالك من النقط ديت علشان ما تتكتلش معاكي، او جنب ما تكونيش بتقلبي فيه تتكتل معاكي وتبقى مش لطيفة. زي ما انتوا شايفين كده عملت بابلز معايا هيت. هسيبها دقيقة على النار وبعد كده هطفي عليها واسيبها تهدى. اهم حاجة ان انت تسيبيها ان هي تستوى حلوة قوي علشان طعم الدقيق او النشا بتاعتك ما تبقى ظاهرة معاكي وتديكي طعم مش لطيف. والنسكافيه اللي احنا حطيناه او القهوة سريعة الذوبان بتدي طعم حلو قوي ونكهة حلوة قوي، ريحتها حلوة بجد بجد. في الوصفة دي هايلة.
زي ما انتوا شايفين كده هفضي في الاطباق بتاعتي وفي البايركس بتاعي هحط طبقة سميكة، مش هعملها طبقة رقيقة، هعملها سميكة شوية عشان طعم الكريمة بالقهوة طعمها لذيذ قوي مع الكيكة بتاعتي، كيكة الشوكولاتة. اتبقى معايا من الكريمة حطيتها في كوباية زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل عليها بنوتيلا. لو عندك شوكولاتة بتاعت مطبخ ممكن تحطيها، هتبقى تحفة فيها. انا ما كانش متوفر عندي الا النوتيلا، حطيتها بس بصراحة كان طعمها حلو قوي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هزينها بشوكولات شيبس. لو عندك اي نوع تاني فرماسيل او اللولي اللي هو اللولي بتاع التزيين هيبقى لطيف معاه، فيها حلو قوي. هزين الاطباق بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت بالنوتيلا او بالشوكولاتة، وهنزل عليها بشوكولات شيبس. انا مش هزين الكوبايات، انا هخليها كريمي بس وهزينها بشوكولات شيبس، بيبقى طعمها تحفة بجد. جربوا الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم وهتنور رضاكم. ما تنسوناش باللايكات عشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر عدد ممكن. شايفين ما شاء الله على الروعة والجمال. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الافضل والاحسن. هنحطها في التلاجة لمدة ساعة ونطلعها نقطعها زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله طبقات وجميلة جدا روعة. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا الافضل والاحسن، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. ما تنسوناش باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.